شباب مع ذوب أهن في استاد الملز في وسط الرياض، يعني قريب، يعني تقدر تروح والتذاكر مجانا. الأمير خالد بن سعد شاريها دافع فلوسها، يعني مر يعني وقفة كذا، يعني يعني الشباب حبيبكم برضه، يعني وقفه معه. وبعدين يعني ذوب أهن ما نبي يطلع بثلاث نقاط ولا حتى بنقطه، خليه يلحق بربعه زي ما انتم فاهمين، وانتم فاهمين ايش اقصد يعني. وتحدث هيكتور ان المباراه راح تكون صعبه، فيما قال مدرب فريق ذوب أهن الاصفهان الايراني منصور ابراهيم زاده ان المستوى المتطور اللي يحظى به فريق الشباب وطريقه لعبه الجماعيه، وان بطوله اسيا لها وضعيه خاصه وترتيبات خاصه من المفترض ان يقوم بها كل فريق. الزميل مسفر الحسيني حصل على هذا التصريح الخاص من المدير الفني لفريق نادي الشباب المدرب انزو هيكتور. نتابع. De local tenemos que hacernos fuerte e intentar todo lo posible para ganar el partido. يعني بدون شك احنا الحمد لله جميعنا جاهزين بالنسبه لمباراه الغد. طبعا بدون شك يعني مباراه قويه جدا ضد فريق متمكن وفريق بغنى عن التعريف، وصل الى نهائي كاس اسيا. فاحنا طبعا بنلعب بارضنا وبين جمهورنا. اذا بين طموحاتنا التاهل، بالنسبه لنا في ارضنا وبين جماهيرنا لازم ان شاء الله طموحاتنا هي الفوز. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de sacar un buen resultado. يعني طبعا بدون شك يعني الشباب معروف يعني في طبيعه كرته، كره مميزه، كره سريعه، واحنا زي ما هو معروف يعني بنلعب هنا في ارضنا وبين جمهورنا. فمشيئة الله اللاعبين والامكانيات راح تتوفر اللي نحصد هاي النتيجه. Director técnico, por lo tanto eso es un tema que no lo puedo arreglar. يعني بالنسبه للمدرب هو في داخل ارض الملعب، اذا في هناك اي مشاكل هو ما بيدرى فيها ولا بيعرف فيها، هو بس في داخل ارضيه الملعب شغله، ورية ارض الملعب اكيد متاكد ان شاء الله ما فيها المشاكل اللي الناس بتتكلم فيها. Nasser Zambrani, Sid, todos los jugadores podamos marcar. ان شاء الله بنتمنى بالغد ان شاء الله جميع اللاعبين اللي سمى لك اياهم يسجلوا، يعني توفيق من رب العالمين ان شاء الله. اتمنى على التوفيق. الله يحييك. يلا الجولة الماضية وكان جديرا بتحقيق النقاط الثلاث كاملة، ويأمل غدا بتحقيق الانتصار على المنافس الأقوى في هذه المجموعة وهو فريق ذوب أهان الإيراني، ليصبح في وضع مريح جدا يمكنه من وصلة أهدافه نحو تجاوز هذا الدور. الفريق السعودي يضم عناصر مميزة جدا متى ما كانت في مستواها المعروف، وعلامة الاستفهام الأكبر هي اختفاء بعض اللاعبين عن مستوياتهم المعروفة. غدا على لاعبي الفريق الشبابي أن يدركوا أهمية نقاط اللقاء في مسيرة الفريق، ويتمنى الشارع الرياضي أن يظهر الشباب بمستوياته المعهودة لخطف نقاط اللقاء. بالنسبة لمباراة الشباب وذوب أهن، أتوقع أن الشباب، أنا أوجه رسالة للاعبين نادي الشباب أنه خلاص يجب يصحوا لنفسهم في الفترة هذه. أنا أتوقع أن الشباب قدم موسم من أسوأ المواسم بالنسبة له في السنوات الأخيرة. إدارة نادي الشباب ما قصرت معاهم في شيء، إدارة احترافية على مستوى كبير. الدور الآن على اللاعبين أنهم يردوا بعض الشيء لإدارة نادي الشباب والجماهير نادي الشباب داخل الملعب. تقلب في المستوى بالنسبة للاعبين نادي الشباب، في تغير كثير من مباراة إلى مباراة على أرضهم وبين جماهيرهم. نتمنى إن شاء الله أنهم يفرحوننا كلنا بتحقيق 3 نقاط هم والاتحاد، وزي ما فرحنا اليوم في الهلال والنصر نحن نفرح بكرة إن شاء الله بالاتحاد والشباب إن شاء الله. يمكن أن أزيد في يعني معك كابتن أستاذ غرم. لعيبة الشباب تاريخيا نادي الشباب معروف أنه نادي متميز وعنده إمكانيات عالية، وكان في اتفاق ضمني بين جماهير الرياضية وإن كان بعضهم لا يعلنها. يعني نادي الشباب إن لم يكن الأفضل فهو من ضمن أفضل الفرق اللي تلعب كرة قدم. حتى كان في حوار وحديث بين المجتمع الرياضي السعودي في السنوات الماضية أن الشباب ربما يكون هو الأفضل، بس ما يمكن ما يفوز، ما يقدر، كان الظرف الحظ ما يكون معاه، ما يكون عنده حظ جيد بعض الأحيان. مع الأسف أنه يعني لعيبة الشباب معروف عنهم تاريخيا أن عندهم إمكانيات عالية. أنا أحب أقول لعيبة الشباب مباراة بكرة يمكن راح تكون مفصلية، لأنه بدأ الجمهور يقتنع أن لا، المسألة مش مسألة أنه فريق الشباب يتعرض لظروف. بدأ البعض يرى أنكم فريق ضعيف، إمكانياته ضعيفة، لعيبه إمكانياتهم ضعيفة، رئيس النادي وإدارتكم قاعد تدفع ملايين للعيبة إمكانياتهم ضعيفة. يا ليت بكرة نشوف منكم صرخة في الملعب، ردوا
عن برستيجكم، عن كرامتكم، عن وقاركم الرياضي امام الجمهور. وروا الناس بكره انكم فريق كبير، وانا عارف انكم فريق كبير وعندكم امكانيات كبيره، بس يعني عشان برستيجكم قدام الناس، يعني مش اقول لكم اكثر من كذا، يعني عشان نفسك ما يقولون لعيب على قدكم. يعني وروا بكره الناس لكم كمجموعه ك11 لاعب اجلسوا مع بعض وحاولوا تقدمون شيء لنفسكم، اول حاجه عشان يرتد للي يحبون ناديكم واللي يحبوكم كاشخاص وايضا كشارع سعودي. الجوله الماضيه وكان جديرا بتحقيق النقاط الثلاث كامله، ويأمل غدا بتحقيق الانتصار على المنافس الأقوى في هذه المجموعة وهو فريق ذوب أهان الإيراني، ليصبح في وضع مريح جدا يمكنه من وصلة أهدافه نحو تجاوز هذا الدور. الفريق السعودي يضم عناصر مميزة جدا متى ما كانت في مستواها المعروف، وعلامة الاستفهام الأكبر هي اختفاء بعض اللاعبين عن مستوياتهم المعروفة. غدا على لاعبي الفريق الشبابي أن يدركوا أهمية نقاط اللقاء في مسيرة الفريق، ويتمنى الشارع الرياضي أن يظهر الشباب بمستوياته المعهودة لخطف نقاط اللقاء.